Crazy? I was crazy once. They locked me in a room, a rubber room with rats. Rats made me crazy. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room, a rubber room with rats. Rats made me crazy. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room. خلال هاي الفترة اللي بلشت اشتغل بيها بالنادي لاحظت شغلة، انه لو تخلي فلوس بأي مكان بالنادي ما حد بوقن، بس لو تخلي أكل على سماهيك بسكتاية على ساعة تختفي. استفسار سيد، كان اكو غدا هنا. اكلته؟ نعم. شباب، هنا كان عندي غدا جايبه من البيت، عاد منكم اكله؟ تريد اجيب له؟ لا شكرا، بس يعني غدا كان اكو هنا وماكو، اختفى. حتى غاسلين لي الخاشوقه وغاسلين لي الماعون. اذا تحب اوصلك على هذا. لا شكرا، بس مات اختفى. وين راح؟ مشتبه. لا هو هذا نفسه مالتي، ما بش مليان كان. اشتريت غدا. اوكي. طبعا بما انه وقت دوامنا يبلش الساعة 2 الظهر وهي فترة غدا، فتعودت اني اخلي الاكل مالتي من البيت اجيبه وياي بقلب واخليه على الميز، تمام؟ من احس انه رجعت مثلا ساعة ساعتين ارجع اريد اكل، الاكل وينه؟ دور على الاكل ماكو، مرة مرتين ثلاثة الى ان صار تقريبا 6 اشهر اعاني من هذا الموضوع. وبعدين قررت قلت اوكي خلي اتغدى بالبيت احسن، حل اتغدى بالبيت واجي للدوام. ما هذا ليش ما يكنك؟ هذا صار له فتره عطلات هاي مو اصلية. ما ذكرنك. لا باصلي، عفوا ما يخالف. اقول لك عماد طوعنا، اكو موضوع يعني حبيت افاتح الليله وياك حتى ما تخيل يكون عندك علم. يعني اجوا قالوا الشباب اللي موجودين هنا انه احنا يوميا نجيب ريوق، نجيب غدا في سبيل انه نتغدى نتعشى شو اسمه نتريق وهاي، واذا حتى اكو مثلا يجيبون عشاء لانه يبقون مثلا اكو عندهم صفوف بالليل، يقولون الاكل نجيبه نخلي ناكل شويه من يمه. يختفي مو؟ اي شو السالفه؟ والله دريت بالموضوع، هاي صار اسبوع واكثر ترى. اني اليوم اختفى. ما يوم إيه لا انا اليوم الاكل اختفى يمي، اليوم جبت حافظه بها غدايه اختفى، وغسلوا لي الماعون والخاشوقه. سبحان الله معهم غاسل. ما يخالف منو بالعافيه عليه، بس خلينا غير نفتهم منو غير نفتهم. هاي العفاريت، شو؟ هاي الاقزام اللي تاكل اكلكم وتظلوا نايمين. شايف هذا سيد الخواتم، وهذا سميغل دوبي بهاري بوتر، شفتهم بعيني طبوا واخذوا الاكل وطلعوا، بس يقولون عليهم سودن، بس وغلط العماد عندي، انا ما اكذب وانا ما تودنت. استغفر الله. بس اجيت من الجامعه، انا بالساعه اجي من الجامعه بالعاده الخامسة جيت بوقتها بالستة وشويه اخرونا بالجامعه. ايه اخويا اثنين على الميز مال كوفي بريك، اثنين واحد اقزام مدعبلين وركضتهم مدري شلون، اجي ركض من هناك انا قبل. ايش السالفه؟ اجينا هنا ورا ميز غدير، قلت اوكي لقطتهن هذا هو، الزم الدليل بيدي واجيب لكم اياه، وقولوا كذي بقولوا فادي تسودن بوقتها. جيت ابدا اشوف الماء اختفى جوا الميز واختفى. اقزام؟ قدرك قاطع اقزام اي اقزام يعني هيك اي نعم اي وجوا ميز غدير وخشم كل واحد حطوا له داد بالدار. عاشتيلي. شوف هو فادي اخير مده دا يروح للجامعه ويجي للنادي قبل تعبان، فبرايي شويه وضعه مو تمام. بصراحه خب انا الموجودين بالنادي كلهم احترمهم ويعني اعزهم، ولكن انت ست غدير كمعاونه اداريه وانت استاذ عماد يعني زميلي وشريكي بالعمل،
زين كمدير الاعلام اثق بكم اكثر من اي واحد. واحنا الثلاثه واحد يقدر يثق بالثاني. رحم الله والديك. زين غدير صاير فتره استاذ عماد صاير فتره واحد او وحده ما اعرف مثل الفار او مثل الفاره الاكل اللي يجي بالنادي بالثلاجه ماكو ورا دقائق ياخذهن ياكلهن هسه ما اعرف ياكلهن ياخذهن يضمهن يوديهن ما اعرف شلون يغسل الماعين حسب ما يقول استاذ عماد وزين وبعدين يرجع يعني ما يعوف اي اثر لجريمته. خوش. زين احنا لازم نلقى حل هاي الشغله شلون؟ بما انه الشخص مجهول وما نعرفه منه هو او هي، فليش ما نسوي له فخ؟ شنو الفخ؟ لقفت يا هادي بسيطة. والنبي دانيال ما احب بيه كذب ها. لقيت اللفه على الميز ما ادري بيها عبالي عايفيها الي انا ايش مدريني. هسه هذا التعهد قدامك اقراه ووقع عليه وبطل من هاي السالفه. هسه كله تمام هذا. هسه كله اوكي. عاشتيلك احسن شيء. تدري استاذ يعني هاي السالفه حليناها جدا جدا انا صدق ارتاحينا كانت ببالنا 24 ساعه. تدري ايش قد حسابات على راسي كلها متكومات هنا وما اقدر اصفي بالي حتى ارتبها هسه ارتاح. الحمد لله عرفنا من كان. ان شاء الله بعد بتتكرر ان شاء الله. ايوه